السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل أكلة محببة على قلبنا كلنا، البانيه والمكرونة. طبعا المكرونة عملتها معاكم قبل كده فمش هصورها. هقول لكم البانيه بطريقة سهلة جدا ويطلع مقرمش من أول مرة، وتتبيلة بسيطة جدا وسهلة وطعمها حلو قوي قوي قوي. جربي الطريقة وإن شاء الله هتعجبك. أنا عملت البانيه قبل كده في القناة بس كانت بتتبيلة تانية. هنبتدي نعمل التتبيله بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جبت البانيه بتاعي غسلته كويس ونقعته في ميه وخل حوالي 5 دقايق عشان ما يتهريش وطلعته. هنبتدي نعمل تتبيله البانيه بتاعتنا. معايا نص كوبايه ميه بصل. انا كنت ضاربه البصل في الكبه كويس قوي وحاطه معاها نص طماطم، نص طماطمايه يعني، فادت اللون المحمر ده. معايا نص كوبايه لبن وممكن نستبدلها بمعلقه زبادي. مش هنحط التفل بتاع البصل ابدا، لا هو الميه بس بتاعته. ومعايا معلقه كبيره صويا صوص. وبرده معايا معلقه بس مش كبيره قوي، وسط يعني، دبس رمان. حابه تحطي معلقه كبيره حطي، بس انا ما بحبش طعمه قوي في الاكل، يعني ما بحبش طعمه يظهر. معايا معلقه كبيره كاتشب. التوابل بتاعتي هحط معلقه فلفل اسمر صغيره، وربع معلقه توابل توابل لحمه وفراخ، يعني انا بجيبها من عند العطار كده مع بعض، هي تتبيله كده، التوابل كده مع بعضها يعني. التوابل دي بينفع تتحط مع اللحمه والفراخ عادي. ومعايا نص معلقه ملح. وهبتدي اقلب المكونات دي مع بعض كويس كده. شفتوا الطريقه سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه. نص كوبايه ميه بصل، نص كوبايه لبن، ملح، فلفل، توابل، معلقه صويا صوص، معلقه دبس رمان، معلقه كاتشب. وهقلب التوابل دي مع بعض واحطها في التلاجة حوالي ساعه 2-3 براحتك يعني. ممكن تعمليها من بالليل وتطلعيها الصبح بتدي طعم احلى كمان. هنا بعد ما طلعتها الكفر بتاعي بقى اللي هعمل بيه البانيه بتاعي. ربع كوبايه نشا، البقسماط بتاعي المطحون، وحطيت فلفل اسمر وتوابل بقى اللي انت عايزاها في الخلطه بتاعتي، عشان حتى الكفر بتاعه يبقى ليه طعمه حلو يعني. ولازم النشا يتحط، النشا هي اللي هتخليه يقرمش معاكي من اول واحده لاخر واحده. البانيه هيبقى مقرمش وطعمه حلو جدا. هنجيب البانيه بقى بتاعي وهبتدي ان انا احطه في الخلطه بتاعتي. انا طبعا هنا حطيت، ومش هحط ولا بقى يعني ولا احطه في البيض ولا اي حاجه، انا استكفيت باللبن اللي انا حطيته. وهيطلع مقرمش والكفر بتاعه مش هيتفك في الزيت ولا اي حاجه. بصوا، اهم حاجه ان انا ادوس على البانيه قوي وانا بعمله، عشان ابقى متاكده ان هو يعني بقى كله في البقسماط، يعني الكفر بتاعي كله بقى في البانيه يعني. لازم ادوس كويس عشان ما يتفكش مني في الزيت. هنا هعمل على قد الصينيه بتاعتي واروح احمرها على طول. واول لما الزيت يسخن هنزل بالبانيه بتاعي. طبعا ما فيش اسهل من كده. معلقه النشا اللي احنا حطيناها هتفرق جدا 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 ان هي ما تفكش مني، وكمان هيبقى مقرمش قوي. ان احنا عارفين النشا بيقرمش اي حاجه يعني. جربوا الطريقه بجد هتعجبكم. انا عملت البانيه قبل كده في القناه بس كانت بتتبيله تانية خالص غير دي. التانية كان فيها البصل كامل وكنا حاطين بيض وكنا حاطين، يعني انا هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف لو حابين تخشوا تشوفوه اتفضلوا يعني. هنا البانيه بص حتى هو باين من تحميرته ان هو مقرمش. انا طبعا بحب الحاجه محمره زياده، يعني لازم طبعا انتوا حفظتوني في الحته دي. بس انتوا بتحمروا زي ما انتوا عايزين، حابينها فاتحه كده وبسيطه ماشي، حابينها محمره شويه تمام. احنا عندنا كلنا بنحبها كده يعني، بنحب الحاجه مقرمشه ومحمره زياده يعني. ما بتاخدش حوالي 10 دقايق على النار وبتبقى طلعت وبتستوي. احنا عارفين البانيه طبعا ما بياخدش وقت في السوا. والنار بتاعتي متوسطه، الزيت بتاعي يبقى متوسط، مش سخن قوي ومش بارد قوي عشان الكفر بتاعي ما يفكش. بصوا هو ما فكش مني من اول واحده لاخر واحده، ما فكتش زي ما انتم شايفين، وما بتشربش زيت كمان.
البانيه بتاعي طلع وزي الفل ومقرمش وطعمه جميل جدا. انا حبيت ان انا اعمله في زيت عادي مش غزير، وبيطلع برضو مقرمش وكل حاجه. احنا طبعا عارفين ان الزيت دلوقتي غالي جدا، فاحنا بقدر الامكان بنحاول نعمل حاجه اقتصاديه وموفره يعني، وما نستهلكش فيها كتير. بصوا البانيه بتاعي شكله حلو جدا والله، وطعمه حلو قوي. بصوا انا حابه اوريكم بس الكفر حته واحده. بصوا الكفر بتاعي كانه يعني احنا اللي حاطينه كده. بس الكفر بتاعي طعمه حلو جدا، والبانيه طعمه جميل جدا. التتبيله حلوه قوي. اللبن اللي احنا حطيناه فرق جدا في التتبيله، خلت البانيه من جوه طري ومن بره مقرمش. عملت شويه مكرونه كده بسيطه يعني، انتوا طبعا عارفين المكرونه سهله يعني مش محتاجه تتصور، انا صورتها لكم قبل كده. وادي البانيه بتاعنا، والف هنا على قلبكم يعني.